يستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للمباراة القادمة في بطولة الدوري العام المصري في مشوار الفريقين نحو الفوز باللقب. وسيلتقي النادي الأهلي مع نادي الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت القادم 21 يناير في 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت السعودية وقطر، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. ويدخل النادي الأهلي اللقاء متصدرا ترتيب جدول المسابقة برصيد 31 نقطة في المركز الأول، بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 26 نقطة. وسيغيب عن النادي الأهلي في مباراة الزمالك القادمة مدافع الفريق محمود متولي بسبب تراكم الإنذارات بعد حصوله على إنذار في مباراة المصري الأخيرة في الدوري العام المصري. وتضاءلت فرصة لحاق عمرو السولية ومحمد عبد المنعم عن مباراة القمة القادمة بعد غياب الثنائي عن التدريبات الجماعية للفريق لعدم الجاهزية الكاملة لمشاركتهم في التدريبات. بينما شارك بيرسي تاو في المران الجماعي للمرة الثانية على التوالي ليؤكد جاهزيته الطبية للمباراة القادمة أمام نادي الزمالك. وسيسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة، حيث يرغب النادي الأهلي في مواصلة تصدر جدول المسابقة وتوسيع الفارق في عدد النقاط، بينما يرغب نادي الزمالك الفوز بالمباراة لتقليل فارق النقاط والعودة لطريق الانتصارات.